ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عاملين فيديو جديد وفكرة جديدة. قصة فيديو النهارده باختصار، لقيت ابلكيشن يخليك تعمل السندوتش بتاعك على مزاجك بالمكونات اللي انت حاببها. عايز اقول لكم ان انا بقالي اكتر من ساعتين بحاول اصور في الفيديو، بس طبعا النور قطع وانا بصور وقصص غريبة النهاردة مش عارف فيه ايه، مع اني متفائل بالفيديو ده ومبسوط بيه وحاسس ان فكرته لذيذة. الفكرة كلها ان انت بتنزل ابلكيشن، تحط العنوان بتاعك ورقم التليفون بتاعك وبتدخل تعمل سندوتش. يعني انت بتعمل سندوتش ليك خاص بيك وبتسميه الاسم اللي انت عايزه، وبتطلب السندوتش ده بيجيلك، والسندوتش ده بيفضل متسجل في الابليكيشن بالاسم اللي انت حاطه، سواء باسمك بقى ممكن اي حد تاني يطلبه. فالموضوع فيه فكرة حلوة والموضوع لذيذ، فتعالوا نجربه مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو فضلك لو سمحت، لو انت اول مرة بتتفرج علينا، تنزل تعمل اشتراك في القناة، تحط اللايك المتين على الفيديو، تكتب لي كومنت تحت لو عايزنا نجرب منتج معين او مطعم معين. ويلا بينا كده ايه، نفتح الابليكيشن ونشوف الدنيا فيها ايه. وده مش اعلان ولا اي حاجه، انا بجرب الابليكيشن ويهمني طعم الاكل اكتر من فكره الابليكيشن. انتوا فاهميني طبعا، أنا بتاع الاكل مش بتاع ابليكيشن. هصور لكم دلوقتي الشاشه بتاعه الموبايل، كل حاجه عندكم هتبقى باينه دلوقتي. احنا كده ايه، هنفتح جوجل بلاي. هو الابليكيشن اسمه ويتش او ويتشي، يعني ايه مش فاكر قوي. طبعا دي الحاجات اللي مالك كان فاتحها. اسمه او الابليكيشن اسمه ويتشي، جاي من سندوتشي يعني، فاهمين؟ هو ده اللوجو بتاعه. هنعمل له كده عملية تثبيت كده. هنا الابليكيشن فتح معانا، دي الصفحة الرئيسية بتاعته. هنعمل انشاء حساب جديد، وبعدين المفروض هنا هنكتب الاسم. نكتب كده ايه، يوسف جدو، رقم التليفون، وهنكتب برضو كلمة المرور، وهنعمل بعد كده تسجيل. كده الابليكيشن معانا فتح. نبدا بقى ان احنا ايه، هندوس من الثلاث شرط دول، وهنبدا ان احنا ايه، ندخل على الصفحه الشخصيه ونحط العنوان بتاعنا. تمام، ندخل على عناويني كده ونعمل اضافه، وتحط البيانات بتاعتك وتكون البيانات دقيقه. عايزين نعمل سندوتش خاص بينا، هنلاقي تحت هنا انشاء السندوتش الخاص بك. هندوس كده ايه، انشئ الان. انا حاسس ان انا بعمل موقع مش بعمل سندوتش. هنا بيقول لك ان في ده خبز، تمام، سعره 5 جنيه. فهو اقل حاجة ان انت تحط واحد، وبعدين نعمل التالي. برجر لحم صافي، مش لحم بقري صافي، ولا فيليه دجاج، ولا فيليه دجاج سبايسي، ولا ستريبس سبايسي. خلينا احنا ايه، هنختاره مثلا ايه، فيليه دجاج مقلي اوريجينال. حلو، ونعمل التالي. بعد كده بقى تقدر تختار مكون، ان انت مثلا لو عايز تحط شريحة جبنة شيدر او صوص شيدر او اصابع الموتزاريلا. احنا خلينا ايه، ممكن نحطه ايه، شريحة جبنة شيدر. تمام. عايز خس طماطم بصل، خلينا نحط خس، طبعا ده اساسي عليه، وبرضه نحط طماطم. تمام. وبرضه نحط ايه، شرايح البصل. ده بقى احلى حاجه في الابلكيشن ده. في ناس ما بتحبش الساندوتش يكون فيه مكونات معينه، يعني في ناس ما بتحبش البصل، ناس ما بتحبش الطماطم، ناس ما بتحبش الخس. يقدر هنا يختار الساندوتش بالحاجات اللي هو بيحبها بس. نعمل بعد كده التالي، دي مرحله الصوص. هنا في صوص البيك تيستي، كاتشب، مستردة، مايونيز، باربيكيو، سويت اند ساور، تارتار، مستردة بالعسل، رانش، هوت صوص، ألف جزيرة. فينا نجرب كده حاجة تكون حلوة، ونحط مثلا ايه، صوص البيك تيستي. تمام كده. نعمل التالي. عايز مثلا عليه خيار مخلل الوبينو، لا احنا ممكن نحط عليه مثلا خيار مخلل. انا شايف ان احنا كده ايه، بنحط احلى حاجة يعني. ده بالنسبة لي كده الساندوتش ده هيبقى تحفة. نعمل التالي. عايز مثلا تحط عليه شريحة لحم مدخن، مشروم، رومي مدخن، شريحة اناناس مشوي، بصل مكرمل، حلقات بصل، بيض. لا بص، انا عن نفسي انا هكتفي بهذا القدر كده. يعني انا عايز اجرب السندوتش كده يبقى سندوتش كلاسيك، شوف طعمه هيبقى عامل ازاي. قصة الابليكيشن لذيذة، انما كاكل انا عايز اجرب الاكل اشوف جودته ايه. تمام. بيقول لي هنا بقى قم بتسمية السندوتش. فانا هسميه ايه مثلا، هنسميه مثلا جدو تشيكن.
انا كده سميت الساندوتش ده على اسمي، انت لو دخلت على الابلكيشن هتلاقي الساندوتش باسمي. تمام. الساندوتش هنا سعره 48 جنيه. فنعمل كده التالي. لحد دلوقتي انا شايف الدنيا لذيذة قوي. هنا لو انت مثلا عايز الساندوتش اضافة بطاطس ومشروب او اضافة كومبو، لا خلينا زي ما احنا كده. نعمل تخطي حلو، يعني بيديك اوبشنات حلوة. الموضوع جميل، الموضوع لذيذ. بقى اكمال الطلب، وبيقول لك دلوقتي يتم اعداده، والسعر ده شامل ضريبة القيمة المضافة. انا مش عارف ليه حاسس ان الموضوع فيك شوية، بس ايه، احنا يعني هنجرب وهنشوف هيجي ولا لا. هنستنى بقى لحد ما الاوردر، هو المفروض دلوقتي يتم اعداده وبعدين خرج للتوصيل وبعدين تم التوصيل. فاحنا هنستنى بقى ايه قصة خرج للتوصيل دي ونشوفه فعلا هيجي ولا لا. خليكم معايا. الاوردر جه يا جدعان، وانا الصراحة ما كنتش متوقع خالص ان هو يجي، مش عارف ليه. الصراحة كمان وقت التوصيل ما اخدش تلت ساعة، فدي حاجة جامدة جدا يعني. المهم لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس ومية مية. برضو التغليف بتاعهم حاجة حلوة. تعالوا بقى نفتح كده ونشوف ايه اللي جوه. ده المهم بقى بالنسبة لي. ده اول جزء كده، لسه في جوه علبة تاني. طلع كده، طلع كده، مفيش اي حاجة بقى، الدنيا فاضية اهي. بصوا الاوردر بيجي كده، علبة شكلها شيك قوي الصراحة. علبة شكلها حلو قوي، ومكتوب create and share your happiness، يعني اصنع وشير السعادة بتاعتك. فدي حاجة حلوة والله، ده كلام جميل. تعالوا بقى ايه نفتح ونشوف العلبة دي فيها ايه من جوه. بصوا العلبة، لا في شغل عالي. الساندوتش جاي سخن. غالبا كده الموضوع ده ايه، محتاج ان احنا نلبس ايه، الجلافزات دي. عايز اوريكم الاول مكونات الساندوتش هي اللي احنا اخترناها ولا لا. طيب ده عيش كده بسمسم، عيش شكله حلو وجميل. شايفين الساندوتش سخن ازاي، في شايفين طالع دخان اهو. في صوص البيك تيستي، وهنا في قطعة الفراخ الفيليه اللي احنا اخترناها، قطع حجمها حلو. في خيار مخلل وفي خس وفي طماطم زي ما احنا اخترنا بالظبط، وفي من تحت صوص تاني. يلا بينا نقطع الساندوتش. بسم الله. بصوا يا جدعان، الفراخ لونها ابيض، سخنه، ريحتها بقى جامده قوي. ندوق ونقول بسم الله. ساندوتش طعمه حلو جدا، كميه الصوص كتير، كميه الفراخ كتير، ساندوتش جاي سخن، العيش طازه، كل حاجه الصراحه مظبوطه. المشكله ان هو حجمه بالنسبه لي انا حجمه صغير شويه، يعني لو حجمه كبير او سعره قل عن كده شويه الدنيا هتبقى بوم. بس هو الصراحه عجبني وطعمه حلو، يعني طعمه حلو قوي، من السندوتشات المميزه اللي انا اكلتها. بالنسبه لي تجربه في الاجمالي حلوه، ان انت تفتح ابلكيشن تعمل السندوتش على مزاجك انت، في حاجه بتحبها حاجه ما بتحبهاش، هتحط اللي انت عايزه. صراحه انا اتبسطت وودي الابلكيشن ده 5 نجوم. دي تجربه النهارده، كانت تجربه خفيفه كده الصراحه، تجربه لذيذه، تنوع مطلوب برضه. بس كده لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط اللايك المتين بتاعك، وانزل اعمل اشتراك في القناه. شوف انا بظبطك اهو، انا مظبطك، انت كمان ظبطني. يلا اشوفكم في فيديو جديد، سلام.